كل ده بس انا الإعلامية عايزك الشهيرة انت المشهورة. عايزك انت تخش بقى تقدمي، يعني انت اللي تخشي تقولي انا كده يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم في بودكاست مش مشهور الموسم الثاني مع لمياء وهبه الاعلاميه الشهيره المشهوره ايه رايك؟ كل ده بس انا الإعلامية عايزك الشهيرة انت المشهورة. عايزك انت تخشي بقى تقدمي، يعني انت اللي تخشي تقولي انا كده يعني. انا عايز احس ان انا اعلامي حتى بقى زي اللي هي حبه وحبه. هي كانت حبة كده وحبة كده، حبه كده وحبه كده، ما نضيعش هيبة البرنامج. بس البرنامج ده مش خلاص خلص، ده كان في رمضان، ده بتاع رمضان. طب وبعدين بقى دلوقتي انا دلوقتي في السيزون الجديد بقى بتاع ريح واستريح. لو ما تقرفناش ما تقرفناش. لا ما تقرفش نفسك. لا مش ما تقرفناش والله، هي ما تقرفش نفسك، عشان لو قرفت نفسك هتبدأ تقرفنا. بس ما حدش بيعمل اللي انت بتقولي عليه ده خالص اصلا. لا ما انا بحاول بقى اكون تنمية بشرية، يعني مش تنمية بشرية، انا مش بس اللي هو ان انا اكون الرسالة يمكن اقدر انور حاجات لاي حد. شايفة ان البرامج الاذاعية دي كلها مضمونها فعلا في فحواها مدربين تنمية بشرية اكتر منهم اذاعيين؟ ما هو ده بيبقى نتيجة تجارب. بص انت لو هتلاقي اي حد وصل للموضوع ده تجاربه هو كانت يعني كان موجوع، يعني عدى بمراحل وجع، فطلع ينقل تجربته بشكل ما، ينشر وجعه على لا مش ينشر بس حدش انا بنشر وجعي. لا انا بقول يعني انا مش انت اللي بتقولي مش تجارب. لا يعني بيبقى عايز النقطة اللي اتعلمها بيبقى عايز يعني يقدر ينور بيها حد. بس انا والله كنت تابعت البرنامج بتاع رمضان بعض الحلقات عشان ابقى صادق يعني. ماشي وكنت تابعت على فكرة حلقة تريو كده، كنت انت مع حد، كنتوا 2 كمان. دي كانت سهرة. كنت قاعدين بقى وانا عملت اذا كان هبد يعني انا قعدت اكتب تعليقات محدش عبرني. لا والله العظيم، والله العظيم. لا معلش كنت هتشوفي بقى التعليقات اللي ايوه هو لا بص تاني، بس اصلها كانت ليله كبيره. انت عارفه الواحد بيحس، عارفه كان في مشهد في شركه المراقبين المحدوده كان هو اللي هو بتاع هروب سريع مش فاكره اللقطه ديت، وفي الاخر هم كانوا عاملين اعلان فجي له هو محمد هنيدي اللي هو اسمه ايه ده، اسمه ايه، كرة البعبع هيطلع في الاعلان، فاللوجو بتاع ما بانش مغطاه. ايوه عارفه، هي دي التعليقات بتاعتي. لا والله، بس عايزه اقول لك على حاجه. اصل احنا في اللايف ما يعني لما بنبقى طالعين لايف ما بنبقاش يعني غصب عننا بنبقى مركزين في الوضع، فمش مركزين في اللايف اللي جاي. هو اللي فهمك ان البودكاست اسمه مش مشهور عشان انا ما كنتش مشهور، ده خدعك. لا يعني بلاش والله ما خدتش بالي. انت دلوقتي طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، ادينا بنجيبك نتشير. لا انا هنعيد الحلقه دي تاني وانت تبقى لا بس خلي بالي. بس صدقا يعني انا سعيد جدا بالتجربه بتاعتك. ربنا يخليك والله بجد والله العظيم بجد حقيقي. احكي لي بقى عن تجربه رمضان ديت والتعليقات اللي جات لك. يعني انت دلوقتي عملتي برنامجين دلوقتي يا جماعه، لمياء عندها برنامجين في راديو، لسه التاني شغال لسه. اول حلقه فيه كانت الخميس اللي فات، راديو التسعينات اف ام. تسعينات، وده علشان انا غلطت قلت 90 هي تسعينات. لا بس 90 ده موجود اصلا. تمام بس يعني اكبر شويه يعني. تمام. نسال الله التسهيل. لا وليه يعني برضو انتوا في فرصه بتتقدم، وبشوف اصلا ناس كتيره جدا. انا متابع طبعا على خلال الفيسبوك، انتوا بتعملوا لايفات. هو في ابلكيشن واللايف بس على الصفحه الرسميه. حاجه جميله وراقيه، وكون ان حد يفتح مساحه لحد ان هو يعمل حاجه زي كده، دي حاجه كويسه بالظبط. يعني في حد ذاتها، حتى لو ما فيهاش مثلا العائد المادي الكبير اللي بنسمعه كده. لا هو لسه مفيش عائد مادي خالص. كرة البابا لسه هي نظريه كرة البابا دي ورانا بنحاول. بس هي الفكره انك انت لما بتلاقي مكان تحقق فيه الشغف بتاعك او توصل للناس منه مش مشكله. طب كلميني بقى عن شغلك فعلا في شهر رمضان والمجهود اللي انت يعني. لا بص انا رمضان دي عاوزينها حاجه للناس يعني تتعلم منها. لا بقى انا في رمضان كان مجهود كبير. ليه بقى؟ لان انا بطلع لايف، فكنت بسافر يومين في الاسبوع عشان رمضان وقته ضيق. هو شهر يعني السيزون بتاع رمضان ده اللي هو المفروض ان الفكره كلها مده شهر رمضان بس. فطبعا 8 حلقتين في الاسبوع، وسكريبت انت وكل انا واعداد والليله كله. وفكره البرنامج، اسم البرنامج، اعداد الاغنيه، انا اللي ناقي الاغاني. والله انا ما سمعتش الاغنيه دي. ما هو انا عايزه من خلال البرنامج بتاعك عايزه اقول، انا كنت لسه هعمل فيديو
صغير يوضح، بس هعمله برضو من هنا. اللايف على الفيسبوك بيلغوا بيشيلوا الفاصل عشان الكوبي رايت. الفواصل اغاني ما بتبقاش الفاصل ساكت زي ما انتوا شايفين، لا خالص، بيبقى في اغنيه يا جدعان، بيبقى في اغنيه. بس لما تكونوا سامعيني من الابلكيشن الاساسي، ان هو الراديو اصلا هدفه صوت، انت بتبقى سامعني، فاساسه من على الابلكيشن. بس هو لينا كتسويق يعني انتشار لينا او زياده في الانتشار، بنطلع لايف عشان يبقى شبه البودكاست. قبلك في الشارع غير الناس اللي عارفين ان انت بتعملي كده، يعني قال لك انا سمعت بتاع الحته دي جت ولا لسه؟ حصلت مره في النادي بس من حد او 2 يعني، بس اللي هي ايه، عارف اللي هو بيبص كده ايه ده دي، فاللي هو كنت عايزه ايوه بس ما فيش صوره بقى وكده. لا مش للدرجه دي، ما وصلتش للمرحله دي. هنعمل بقى، هنمشي وراكي 5 6 تمام. اول ما نسال الله التسهيل نسال الله التسهيل. لا لسه وصلتش للمرحله دي، بس ان شاء الله اوصل لها. طب لو وصلنا لها معلش، هل لميا اللي انا اعرفها هتتغير؟ لميا الفنانه تقول ايه لميا الانسانه؟ لا انت بتهزري. طب بجد والله صح، هنا الناس ما بتبقاش حاسباه. لا يا جدعان اتغير ليه؟ يعني ممكن انا مش هذا الشخص، انا مش هذا الشخص خالص. خالص يا جماعه، انا ابسط من كده بكتير. مش عايزه اقول انا اهيف من كده بكتير، بس عشان على هوا. بس اللي انا لا خالص، مش يعني ليه اصلا يعني مش للدرجه دي يا جدعان. والد انا هعمل كده. هتتغير؟ لا ورحمه الله مش عارف. طب ليه؟ لايكات بس يا جماعه، وشير وسبسكرايب ونبقى نشوف موضوع نشوف ده معاك. هي تعرفيش ان الشهره دي فتنه اصلا يعني. ما هي كل حاجه فيها الشهره والفلوس واي حاجه زياده النقمه ونعمه في نفس الوقت. انك انت يعني زي ما في الغنى او الثروه الكبيره برضو تعد فيها اختبار. ده الايجو اللي هو بيخليكي توصلي لشغفك. يعني انت مثلا اما فكرتي، لا الايجو ما بيوصلش للشغف. امال بقى الايجو عمره ما بيوصل للشغف. الايجو بيشد لتحت. طول ما في ايجو مش هتوصل لحاجه. انما التواضع وان انت تبقى سايبها لله كده، وان تبقى منقي نفسيتنا منظف من صفات الذوات السفليه دي اللي انا بتكلم عنه في صفات الذوات السفليه. الذات السفليه. الذات دي جمعها لا الذات من هو اراده الذات وكده. ايوه بالظبط. ده اللي انا برضو بتكلم عنه في السيزون اللي جاي او اللي انا فيه دلوقتي. ده اللي بيخليك توصل. طب انت شايفه ليه الراديو اليومين دول مش زي الراديو زمان؟ يعني احنا كنا زمان بنستمتع بوجودنا على الراديو. يعني يمكن انا بسمع راديو مثلا ولكن في العربيه. ليه دلوقتي الامور بقت فيها خفتان كده؟ عشان الحياه بقت اسرع. الاجيال اختلفت، وطريقه النقل او السوشيال ميديا لما جت سرعت البني ادم. ما بقاش عنده خلق اصلا لاي حاجه. فبيبقى عايز اي حاجه سريعه. التيك توك والحاجات اللي هو خلص. فللاسف ما بقاش في الاتيتيود بتاع ان احنا نبقى نقعد بقى ونسمع ونستفيد. دي ما عادتش موجوده. ونتقبل ممكن كمان حتى من عدم تقبلنا لبعض النصائح لبعض. ايوه طبعا احنا ما بنغلطش. انت بتغلط؟ لا الحمد لله. ايوه الناس دايما اللي هو ايه بقوا شغالين قضاء على بعض، بس ما حدش بص لنفسه. دي مشكله. ومفيش رحمه على فكره ما بيننا. مفيش ترحم. ايوه ما هو كل واحد اللي هو الجادجمنت بقى دي اللي هو قاعد كده. ايوه ما هو انا بقى ده اللي ايوه ده اللي انا عايزاه بقى. يعني ماشيين بعلاج يا بابا، ماشيين بعلاج. مش هتبقى انت والزمن. مش هتبقى انت والزمن عليا. طب انت شايفه ايه اللي ممكن تطوريه في البروجرام بتاعك؟ احنا طبعا لسه ما اتكلمناش على الحته بتاعه رمضان. بروجرام رمضان تمام. يبدا يخلي الناس يعني تتلفت نظرها للامر، تشوفيه. يعني ايه اللي انت محتاجاه شايفاه ممكن تعمليه علشان فعلا تنقل رسالتك للناس بطريقه كويسه؟ يعني اللي انا شايفاه او اكتر حاجه حسيتها لمست معايا في رمضان، يعني خلتني ان انا بقيت عايزه دايما استخدم نفس الطريقه. اولا الناس بتبقى عايزه المعلومه توصل لها بشكل سلس، مش مفخم او معقد يعني. ولا يكون فيها حزن. يعني برضو ما نقلش حتى لو هي تجربه وجع او حاجه فيها
شويه دراما. دي وانا اصلا شويه شخصيتي في الحقيقه هو انا كده يعني، انا من الناس اللي هو دايما شر البليه تبقى دايما بقلب كل حاجه نكته، بحيث ان احنا نعدي الليله عشان ما ننتحرش بدري. تمام. ننتحر متاخر شويه. لا ما ننتحرش، ربنا ما يجيب انتحار. ايوه لا اعوذ بالله، انا بهرج، بس يعني هي الفكره في ان لازم تعدي. فده اللي حسيته لمس شويه مع الناس، او اللي اتقال لي التعليقات اللي كانت بتتقال لي، انك بتوصل لنا الدنيا بشكل بسيط وفي نفس الوقت بنضحك. تمام. بس فدي اللي انا حسيتها. رغم انت بالنسبه لي شخصيه ملهمه جدا. انا ان شاء الله يخليه. والله فاجئتني. اي خدمه والله العظيم ما كنتش عامله حسابي. يعني الواحد يمكن في سنك كان نفسه يحقق اهداف كتير جدا ويتعب انا مش صغيره على فكره في سنك دي، حسستني ان انا يعني انت عندك كام سنه يعني؟ انا 36 سنه. بتقوليها لا انا 36 سنه، مواليد 87. جريتها الخطيئه. لا وانا عادي بقولها مش جريتها الخطيئه. طيب ماشي. طب انا كبير برضه. ماشي. عندك انت كام سنه؟ جرك انت بقى. عشان انا شايفه الستاره دي. لا بس والله عامله شغل. ايه رايك يا جماعه؟ والله عامله تاتش مع بس يا رب تبقى بس واضحه لا واضحه تلاش. انا شايفاها واضحه. اقول لك حاجه بقى، انا كان عندي فعلا طموح كتير جدا يعني. انا يمكن شخصيه شويه متعدده سيكا المواهب يعني. ودي انت عارفه بعض حاجات زي كده. فانا ما كنتش بقى كنت اوصل لحد نقطه معينه ان انا اتعب بقى واسافر واروح واجي، كنت اقول لا بناقص يعني. يمكن اليوتيوب والفيسبوك والحاجات دي قربت لي مسافات شويه ان انا اوصل لمدى ابعد. عشان ولما بدات ادرك ده دلوقتي، يمكن انا مش هنتكلم سن، بس انا يعني عديت ال40 من العمر يعني. فلقيت ان انا مثلا لو انا كنت مثلا زمان بلعب موسيقى مش قادر انفذها، لو انا برسم مثلا بطريقه كويسه مش قادر انفذ، ما طورتش هوايتي. فاضطريت اتعلم بقى الفويس اوفر والاداء والحاجات دي عشان خاطر فان الانسان يبقى عنده مثابره في ان هو يبقى عنده هدف فعلا ويحلم عليه ويشتغل. الناس ما بتعرفش كواليس الامر يعني. احنا بنناقش حتى الترند نفسه او الشكل، قال لا دي قاعده بتعمل. بس لما اصريت اسالك على موضوع رمضان ده يعني، ده السبب اللي هتكلمني فيه دلوقتي. ان في كتاب يا جماعه ورا الموضوع انت مش شايفه. ايوه ده حقيقي يعني. انا حطيت حلقات في رمضان اسمها كون ايجابي، كنت بشرح فيها شويه حاجات كده مع استضافتي لبعض النماذج الايجابيه. كنت بقول ان البني ادم عامل زي هرم الثلج، انت بتناقش فيه ايه ال 20%. انما زي ما شرحنا في البودكاست الاولاني، خش اتفرجوا على البودكاست بتاع لميا، شرحت فيه تعبها اصلا عشان تقعد قدام مايك. فدلوقتي الحمد لله كملنا وخمسة خميسة يعني، فهنكمل. فاحكي لنا بقى عن موضوع رمضان مش تعبه، احكي لي عن الموضوع نفسه والفكره وايه ثمره البرنامج نفسها يعني. ايه اللي هيسمع 12 حلقه ولا او 8 حلقات رمضان شهر واحد هيستفيد بايه يعني؟ هو رمضان كنت انا فيه عايزه ابقى اعمل حاجه فيها هزار وان احنا نلعب ورمضان والتسالي والحاجات بتاعت دي، وفي نفس الوقت عايزه ان احنا نتكلم في حاجه نستغل فيها ان احنا نعلي او نستغل الطاقه الروحانيه بتاعت رمضان يعني. عشان نعلي احنا من تردداتنا يعني، ان الدنيا نبقى اظبط يعني، نستغل الفرصه دي. فقعدت افكر اللي هو انا مش عايزه اكون جد، ومش عايزه اكون برضو ملوش لازمه يعني، الدنيا تبقى تهريج بس. فعشان كده دمجت الاتنين مع بعض، فسميته حبه كده وحبه كده. ايه احسن الاقوال المأثوره اللي طلعت من ورا البرنامج ده انت لسه حافظاها لحد دلوقتي وبتلف فيكي يعني؟ حاجات كتير. وانا اتكلمت اصلا كانت بدايه ان احنا في ناس يعني احنا مش يعني اللي انا عرفته من اساتذتنا ان احنا الناس مش مقتنعه بان الطاقه بتاثر فعلا على البني ادم او طريقه تفكيره او كده، وان احنا جسمنا فيه مراكز للطاقه اسمها الشاكرات. انا دي اول حاجه اتكلمت عنها. فدي بتحتاج فعلا انها تتفعل، محتاجه جلسات تامل، محتاجه انك انت تحاول تغير طريقه تفكيرك اصلا او وجهه نظرك للازمه او المشكله عشان تعدي بيها. كل ده اللي انا كنت عايزه يوصل للناس. وعن طريق بقى رمضان ان كل الاعمال الخيريه بتعلي الطاقه جدا جدا جدا، اللي جبر الخواطر بقى بكل طريقه. الاعمال الخيريه مش شرط فلوس يعني، مش شرط صدقات، مش شرط مساعده الناس باي طريقه، حتى لو مساعده بشكل معنوي. فدي اللي كانت الهدف اللي انا عايزه اوصله، ان انت يعني عشان نفسك يعني، حتى لو انت زهقان يعني ابتسم بس كده او طبطب على حد وانت معدي
كده هتلاقي الدنيا ظبطت قوي يعني. دي كانت فكره البرنامج يعني. دي كانت يعني ده الحلقه اللي هي اللي انت كنت دايما انا هتكلم النهارده مثلا عن حاجه، لا هاجلها خليها الثانيه الثالثه يعني. عارفه في حد دايما عارف الهوك بقى في الفين يعني. بص الحلقه رقم 8 7 الحلقه انت عايز تقصد الحلقه اللي سمعت او الحلقه ولا اللي لمستني انا؟ ما هي دي ما اعرفش بقى. لا قول لي حدد لي. لا ليه اي حد. الحلقه اللي سمع يعني او اللي انا حسيت ان انا كنت بتكلم فيها باحساس شويه ان كان في موقف حصل لي او شفته في مكان ان خاص بالتنمر على الاطفال او كده، وحصل قدامي فمن ست اتعرض ابنها لتنمر من حد المفروض ان هو طبيب نفسي. يعني انا ده فاجئني، هي طبيبة نفسية، اكتشفت انها طبيبة نفسية واتصرفت بشكل ملهوش اي علاقة بالطب النفسي خالص خالص مع ابنها، وان هو يعني من الاخر كانت بتنصحه او بتنبهه انه ما يلعبش مع طفل تاني او ان هو ينبذ. رغم ان هي ممكن سلوكها يبقى احسن شوية. لا يعني سلوك الام الولد اللي هي عملت فيه كده كان افضل بكتير، وكان ذو حكمة جدا. فاتفاجئت ان دي دكتور، انها طبيبة نفسية. يعني دي اللي المفروض ان الناس بتروح لها تقول لها نعمل ايه. ايوه. فده كان بالنسبه لي لمسني قوي. في الحلقه كام؟ فاستغربت، تقريبا كانت 6 أو 7. ال6 كنت انت بقى مرتبه في ال6 دي حاجه ودي كانت سمعت بقى مع ناس يعني. دي كانت لقيتها الهوك لان الموقف كان مستفز للناس كتير. انا حكيت فيه يعني في الحلقه بقى، حكيت الموقف كله كتوت عشان بس ما ضيعش وقت الدنيا هنا. فاستفزت بقى، لقيت فيه مكالمات ورسائل. ازاي ما الناس بتحب الحاجات دي اللي هو الشر فينا بس ربنا هدينا. دي اللي انا حتى اللي كان فيها اللي هو اللي يخاطبني السفيه بكل قبح فاكره ان اكون له مجيبه. ايوه دي اللي هو اللي انا نزلت فيها الريل. دي كانت لمساني قوي لان قد ايه حسيت بحكمه الام نفسها، انها يعني كان عندها ثبات انفعالي وكان عندها هدوء ولمت الموقف، وخلت ابنها كمان يتعامل بحكمه اكتر وما يتأثرش نفسيا. وفي نفس الوقت ان المفروض انها صاحبة الموقف ده، يعني ان انتي الطبيبة، انتي المفروض تقولي للناس تتعامل ازاي. كانت بتتعامل بانخفاض في الوعي غير عادي. النقد بقى انتقدتي؟ لا ما هتعرضتش للانتقاد. مش بص انا بحب الانتقاد البناء. لكن الفرق بقى ما بين بناء والهدام ده، عشان دي كلمة اكلاشيه الصراحة. ايه طبعا انا بنتقد طبعا يا فندم من النقد البناء. لا يعني اقصد يعني لو يعني يديني في حد ممكن يديني انتقاد اللي هو اخلي بالي من النقط عشان اطور من نفسي. وفي حد ممكن بقى اللي هو يروح رازع الكلام. طب لو جالك نقد من زمايلك بتعتبريها الدم ولا بناء في التخصص؟ في التخصص لا والله لا، مش انا مش عادي، قلبنا كبير عادي. لا وفعلا بنتبه يعني. بس انا الحمد لله محبوبه قوي وسط زمايلي. بس في نقطه برضو يعني مش عارف تتفق معايا ولا تختلف، يعني ان لما الانسان بيشعر اللي حواليه بضعفه في شيء معين بتقبله معلومه، نظرا ان انا اقول تواضع بلاش ليه الضعف يعني. يعني الناس لا ده على حسب درجه الوعي. لو انا وعي عالي هتقبل الموقف تماما جدا، ولو هو مش مقتنع بيه انا برضو هعدي الموقف، هتقبله وعديه وهرد رد يلم الليله. لكن اللي يخليني اغضب او اتعصب او اخد الامر بشكل سلبي يبقى انا كده مش في مشكله عندنا. انت من الناس اللي بيحبوا الغضب ولا بيحبوا الحزن؟ هو انا شخص عصبي عشان اكون. غضب ولا حزن؟ احب الغضب ولا الحزن؟ يعني انت لما رد فعلك بيبقى في اي مواقف فيها انفعال، غضب ولا حزن؟ لا غضب. انا بقول لك عارفين بقى ان انا كنت استضفت حد بتاع لايف كوتش قاعد بقى اتكلم عن الغضب قال لي حاجه اسمها اني جرام، حاجه زي كده، علم من علوم التحليل الشخصيات. ده طبعا بخاف اتكلم اصلا مع الناس ديت لا يفتكروا فيا حاجه، يشوفوا فيا حاجه انا ذات نفسي مش شايفها في نفسي بصراحه. لا انا بصراحه عقلي كده عجبني. يعني ما هو مش ما فيش حاجه محمد زي الفل. غضب اقول له انا حاسه الغضب حلو. لا انا على لا طلعت غضب والله. ما هو ما تهيألي الغضب انما ما بنحزنش احنا.
لا الرجاله بتحزن بس لا احنا اللي بيغضبوا ما بيحزنوش. لا ما هو انت بتحزن، بنحزن بطريقتنا بالغضب. ما هو انت تبقى عايزه الموضوع يخلص يعني، انت من الناس اللي هو عايزه الموضوع يتحل يعني يتحل. يعني مثلا مثال لو جالك تليفون مثلا unknown number يعني مش موجود، لازم اخلص عندي اللي هو عايز اخلص التاسك ده. انا كده. انت برج ايه بقى؟ حمل. الحمل. ولا مع العذراء برضه عندي في الحاجات دي برضه لازم اخلص لازم المهمه تخلص. ومهمه اللي حواليا ومهمه الناس اللي في الشارع اللي ورايا. انت ما بتحب من الناس اللي ما بتحبيش تقف في طوابير مثلا؟ لا تخنقي. لا تدفع فلوسك المهم ان نخلص. لا مش بالفهلوه، مش بالفلوس، لان انا مش معايا فلوس. لا يعني انا مش اقصد ان انت لازم تخلصي القصه يعني. بس لو اضطريت ان انا استنى بس بيبقى الوضع يعني ملول بالنسبه لي جدا. طلب منك طلب عليك ده بكره انت هتروحي تدفعي فواتير البيت كلها، يعني مضطره، بيبقى يوم قلق ممكن ما ننامش. بس عايز اقول لك على يعني انا في حاجات بيحصل في حياتي اليوميه حاجات من دي وبحاول ان انا اتعلم الصبر. انا في حاجات كتير علمتني الصبر على فكره. انا ما كنت عجوله اكتر من كده يعني، كنت شخص ما احلل لك بقى شخصيتك. اتفضل. طبعا عشان انا عملت لايف كوتشات كتير اجوم هنا قاعده. انت بقى من الشخصيه اللي تستطيع ان تتلاعبي بمشاعرك حتى تستطيع ان تصلي ثانيه واحده. ما انا مش فاهم من انا بتلاعب بمشاعري في الاخر، مش بمشاعر اخرين. بتلاعب بمشاعر انا ماشي. والله بص انا في قمه السعاده ان انا والله بستضيف شخصيه ملهمه وناجحه زيك. ربنا يخليك. وانا بهزر طبعا معاكي جدا يعني، وعايزين نضيف روح البهجه في انا بحب الحاجه. انا كنت عامله في رمضان صندوق بوكس كده وارقام وحوارات وتخشي تعملي كده بقى. انا اللي حتى الفوازير والله انا اللي كاتباه والله العظيم. كل حاجه لوحدك. يا رب يبقى عندك تيم كبير كده. الاعداد كله من ايه اول ما يبقى عندك فرصه استضافه حد والله مش انا الفرصه موجوده. انا مش هاخد مكان غيري. ليه كده يعني فكريني انا اخر واحد. طب ليه انا اخر واحد في الموضوع. والله الفرصه موجوده. مش عايز اول ما تفكري في الضيف يبقى انا. بالله عليك انا عايز حد تاني طبعا انت عارفه كاريزمتي. لا تعالى بس ما تقلقش. ما اجي طب يعني انت عارفه حضرتك ولا اجي؟ انا عارفه والله. تعالى والله على راسي والله العظيم. خلي بالك انا مشكلتي ان انا عندي كاريزما طاغيه يا عمي. ممكن اغطي عليك ولا حاجه. لا ما تقلق، انا كاريزمتي اعلى كتير. الكاريزمتي انا اعلى كتير. قولي كلمتين للبنات والشباب اللي بيسمعونا بره الهزار بقى. بره الهزار انت لمساهم بجد وغش من البرنامج الجديد. هقول لك حته من البرنامج الجديد اللي لسه ما اتذاعتش. كلنا يعني لا ما هو مش هغش قوي يعني، مش هسرب حاجات كتير. طيب. بس اللي هو فعلا بامانه يا جماعه يعني كلنا فينا ابتلاءات، وكلنا مرين بحاجات مش لطيفه، وكلنا توجعنا، وكلنا الدنيا ما بتبقاش تمام لان احنا في دنيا مش في الجنه يعني. ففعلا يعني من كل الخبرات الحياتيه اللي انا مريت بيها، لا الحزن بيحل ولا الغضب بيحل ولا ان انت تبقى قاعد قافل على نفسك بتحل، ولا ان انت تبقى مستسلم برضو للمشكله بتحل. الفكره ان ربنا بيحطنا في المواقف دي عشان عايز يوصل لنا رساله مش هتوصل لينا غير بالابتلاء. يعني مش هتوصل فعلا غير بالابتلاء، هي مش هتيجي غير كده يعني، هي دي طريقها. فبلاش بقى نستسلم ليها ونغفل عن الرسالة اللي هتنقلنا في حتة تانية خالص، زيها زي الطريق. هي الطريق بتاعنا بالظبط، دي هتنقلنا في حتة تانية خالص، هتوصلنا لحتة تانية خالص. ما نضيعش الوقت بقى في ان احنا نقعد نعيط وان احنا نقعد نكتئب، وان انت هتوصل للي انت عايزه. بس افهم الرسالة. يعني ربنا ممكن يكون بيبقى بيحط حواجز لطريقك اللي انت فيه علشان برضو توصل للي انت عايزه، بس من طريق تاني. اكتشف بقى الطريق التاني. صح. ما تقعدش بقى واقف قاعد حس السودا هنا يلا. صح. ومش هيحصل حاجة، لا هتتحرك ولا هتوصل للي انت عايزه. المشكلة بالظبط. يعني كان في حد الجملة دي مش قادرة انساها من ضمن الناس اللي انا اتعلمت منها، اللي هو فعلا ما نحولش الألم لمعاناة. خلاص هو يلا لحظة يعني حدث، يلا خلاص شوف بقى هتستفاد ايه من الحدث ونور بيه الدنيا، واعرف هتفكر ازاي، هتغير طريقة تفكيرك ازاي عشان توصل للي انت عايزه مهما كان اللي انت عايزه ايه. صح.
بس تستسلموش يا جدعان، خدوها مني والله. اشكري بقى الناس علشان خاطر يعني احنا كده بدأنا نختم. وانا سعيد جدا ان انت كنت معايا والله. في البودكاست انا مش مشهور الموسم الثاني الصوت وصورة. انا اللي مبسوطه ان انا كنت معاكم يا جدعان، والله العظيم بجد مبسوطه جدا، ويا رب اكون كنت ضيف خفيف عليكم، ومبسوطه ان انا كنت معاك قوي يا استاذ محمد. قلت لك والله انا انفع والله. ايوه طبعا تنفع يا لهوي، ده انت باشا. حاسه بالكاريزما انت. ايوه والله. والله كاريزما طاغيه يا جماعه. هي الاضاءات اللي جايه دي مش اضاءات، دي كاريزما. الفيديو يمكن زمايلي يتفرجوا له، طبعا انا عارفه اليوتيوب بتاعي ما بيتفرجوش عليا غير زمايلي. لا ما تقلقش، اصحابي بس في ناس والله تصدقي جاي كله جاي في اوانه بتوع يعني. ما انا على فكره هم نفس اصحابك، هم اصحاب والله هم تصدق في 2 3 زياده كده. لا ان شاء الله بيجي كله هيجي في وقت. المهم يعني فانا بشتغل مع ناس زمايلي مديرهم بقى. فقلت لهم خلاص انتوا مرتبكم واقف لحد شهر 12. ليه بقى انا في شهر رمضان اشتغلت معاهم كامل. فخدوا من ادارتي وكاريزمتي بدأوا يغطوا. فلوس دي ولا مش فلوس دفعت كاريزما. خدوا كاريزما مني يا جماعه، ده هم عليهم فلوس كده. يعني انت وقفت المرتبات، وقفت على اساس ان في كاريزما. شهر 12 اللي جاي حلو الشغل حلو طبعا. خدوا من مجهودي وكاريزمتي وتواضعي باين. لا لازم نقف. هو التواضع مغطي بصراحه. دي تقف. لازم انا بصي بلبس اوفر سايز عشان كاريزما الاقي لها مكان جوه. ايوه موجوده. ايه رايكم يا جماعه؟ ايوه بس هي المدام في البيت بس كانت في ستاره تمام. فانا حبيت اعمل تيشيرت والله جامده. شوفوا لي بقى رايكم في التيشيرت. جامده تيشيرت جامد. نعمل لايك للتيشيرت. شكرا ليكي ونورتي. ربنا يخليك يا محمد. شكرا ليكم انتوا جميعا. باي باي.